الفنان محمد رجب، أو في مقولة أخرى المهندس محمد رجب، وده لأنه مهندس ديكور وكان نفسه إنه يمثل، وجاله شغل في مدينة الإنتاج الإعلامي، فهو شاف إن ده فرصة إنه يقرب من المجال اللي هو بيحب. فهو لقى في مرة إن في كومبارسات كتير ماشيين، فحط نفسه فيهم بعد ما خلص شغله. كان نوع من أنواع الفرصة، وكان دوره إنه يتعجب ويقول قال لي هتتعجب. فهو لما قعد يتمرن عليها بقى بقه قفش، فقال للمخرج لا انا عايز اعيد عشان ما طلعتش. فالمخرج زعق له وكان هيطرده، فبيعتذر للمخرج ويكمل تصوير. المفروض المشهد ده واحد بيغمى عليه، فهو بنوع من انواع المنطق قال لا حول الله يا رب، ونزلت كده يا عم يا حاج محمد يا ابن الراجل كبير، حد يخش على الراجل يقول له لا حول ولا قوه الا بالله. وفضلت اتشقلب في الكلام كده لغايه ما جه المخرج اتفرج عليا كده عجبه. قال لي انت اللي بتعمله ده؟ قلت له هو ده المنطق، راجل هيموت مش هينفع اقف جنبه واعمل له واسكت. ها قال لي طلعوه بره، فطلعت بره برضه. لا. فالمخرج قال له انت بتعمل ايه؟ قال له ده منطق، خلي بالك قوي من الحته دي عشان هنعوزها قدام. وبيطرد من الفيلم وبيرجع يكمل شغله عادي، لحد ما في مره واحده صديقته ستايلست هو ساعدها في الشغل بتعرفه على الاستاذ يوسف شاهين وبتقدمه ليه، وفعلا يوسف شاهين بياخده معاه في فيلم المصير، وانا ده اول دور يبان فيه محمد رجب. بس الفكره انه هيسيب شغله وهيطلع فيزا وهيسافر سوريا مخصوص عشان بس يتضرب بالقلم. فمحمد رجب من الممثلين اللي يحيوا يقول لك انا ابتديت بمشهد صغير وابتدى بقلم الصراحه، وبعديها اشتغل مساعد مخرج تقريبا مع يوسف شاهين، وهنا الترتيب مش بنسبه 100% عشان اكون صريح معاكم، بس اشتغل مساعد مخرج مع اكتر من مخرج تاني زي الاستاذ خالد يوسف والمخرج طارق العريان. والاعمال اللي ساعد في اخراجها هو فيلم السلم والتعبان اخراج طارق العريان، وقدس هترجع لينا، اللهم ارفع عن اخواننا المستضعفين في غزه والسودان. وبعديها بيفقد الشغف في موضوع التمثيل ده بعد ما اشتغل اكتر من 8 سنين مساعد مخرج، ده على حسب كلامه، واخد قرار بالسفر لحد ما الاستاذ انس الدغيدي بيكلمه عشان يمثل في فيلم مذكرات مراهقه، وهو رفض وكان عايز يشتغل مساعد مخرج عشان يجمع فلوس للسفر. وبعد ما رفض كتير بتوافق انه يبقى مساعد مخرج، ولكن في التصوير بتزعق له وبتجبره انه يمثل. ومن هنا بدأ محمد رجب انه يبقى ادواره كبيره شويه.